اخيرا اثبت كلامي لاهل العراق الغاليين. تذكرون لما قلت لكم انه كريستيانو رونالدو لما ما جاء العراق كان بسبب انه رونالدو ما يبغى يلعب مباريات النصر في بطوله كاس اسيا 2، والمدرب يبغى يجرب اللاعبين في هذه البطوله. فجو اهل العراق قالوا لا، النصر وكريستيانو رونالدو ما يحبون اهل العراق وما يبغوا يجيبون العراق. وللاسف الكثير صدق هذا الموضوع، ولكن الحمد لله اليوم ينصف نادي النصر وكريستيانو رونالدو. ليش؟ لانه في اول مباراه في الاول بارك ما لعب المباراه، وفي ثاني مباراه ضد العراق في بغداد ما لعب المباراه، وفي ثالث مباراه اللي الاغلب يحسب انه رونالدو بيلعبها ضد نادي قواي الهندي برضه ما لعب المباراه، رغم ان المباراه في الهند وفي مليار شخص ينتظر كريستيانو رونالدو، مليار هندي يبغى يتابع رونالدو في الملعب. رغم كل هذا استبعد من المباراة وما سافر للهند. يعني الحين رونالدو يكره الهند؟ لا والله. يعني الحين رونالدو يكره العراق؟ لا والله. يعني ما في أي حاجة. الموضوع زي ما قلت لكم مستبعد من هذه البطولة إلا في المباريات الكبيرة. صدقتوني يا جماعة الخير؟ الحمد لله تم الإنصاف.